أنا أعرف جماعة عايش على الرعاية الاجتماعية، إذا ما خلص راتب الرعاية ما يطلع يشتغل، لو تطلع نخلة براسك، لو مو تحكي يا مراسة، لو توذن ما تصير أبد ما يطلع إلا تخلص راتب الرعاية. وأنا هم أقول يعني هسه إحنا والله ما أدري، بس لو وزارة العمل تفلترهم ذول أهل الرعاية شوية، تفلترهم والله، جيب الشايب التعبان الصدق مسحوق اللي ما عنده أطيه، إما البقية كل واحد فادها عرضه أطيه سم بقلبه، ليش أطيه؟ أجيبه أفتح له مشروع مع احترامي يعني، وشر البلية ما يضحك. ايش قد أبويا مشروعك؟ 5 ملايين 10 ملايين، ليش استنزف طاقة الدولة؟ هسه بس تجي تقول له شنو أنت من تجي ونايم؟ قال وأنا التعيين. ليش أنت قبل بأيام صدام من كان الراتب 3000 جيت تدور تعيين؟ ها؟ وين التعيين؟ إلا تعيين على أساس هو بروفيسور، هو مصخم ملطم اسمه ما يعرف يكتبه ويريد إلا تعيين. وين التعيين؟ يا بطلع اشتغل، زاحم مناكب الناس، اعمل. أجيب لي لجنة كون الوزارة تسوي، وأجيب وين اللي بيحيل، المو مريض، اللي ما عنده عاهة، تعال عمي تفضل هاي 15 ملايين روح افتح لك مشروع، امشي، تظل عالة على قلب وقلب الدولة، امشي، مو هاي هم تستنزف طاقاتك. أعطيهم على 10 ملايين على 15 مليون، خلي يولي يروح يشتغل. أنا ظل كل شهر هو مروبخ وطي 300 ولا 400، المنطي يعطي مرض إذا هو فادها عرضه المنطي. بس طبعا أنا ندري راح أشتم بسبب هذا كلامي، لأنه الناس ما تقبل بالمنطق، ما تقبل نسولف فيها بالعقل، ما يرضى. خصوصا اكو بعض المروبخين هسه راح يشبعون شتايم، انا متاكد، خلهم. بس هذا الواقع، مات الله هي هاي مات الله.